السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. والملف الذي تقدم به المغرب والرسالة التي قرأها وزير الشباب والرياضة والتعليم السيد بن موسى في كيغالي الرواندية بحضور الرئيس بول كاغامي رئيس رواندا وأنفانتينو رئيس الفيفا وموتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي. رسالة كانت واضحة: المغرب ينضم إلى ملف إسبانيا والبرتغال لتنظيم 2030. أظن على أنها فرصة جيدة، لأن ليس بمستطاع المغرب بكل صراحة أن ينظم كأس العالم بمفرده ب 48 دولة. حتى إسبانيا نفسها لا تقدر على ذلك. أظن على أنها يحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا. أما إذا كان بهذا الشكل الثلاثي، أظن على أن المغرب بإمكانه تقديم 6 مدن 6 ملاعب، بإمكانها تقديم د- دورة رائعة جدا من الناحية الرياضية والفنية والثقافية وحتى الاجتماعية. والمغرب دولة سياحية. أظن على أن 6 مدن ستكون مدينة طنجة، وما يقول على أنها 5 مدن، ولكن يجب أن تكون هناك مدينة احتياط أو ملعب احتياطي، ربما في حال حدوث أي شيء لا قدر الله. أظن على أنها ستكون طنجة وملعبها الذي سيعاد إصلاحه بإزالة المضمار وتسقيف الملعب وزيادة السعة، الطاقة الاستيعابية للملعب من 65 ألف وربما إلى 80 ألف. الملعب الرباط أمير مولاي عبد الله الذي أيضا سيخضع لنفس الإصلاحات، وهي إزالة المضمار وتغطية الملعب وزيادة عدد المقاعد ربما لكي يفوق 65 ألف متفرج. ملعب طنجة يجب إصلاح ما يمكن إصلاحه في ذلك الملعب، لأن لديه مشاكل لأنه على شكل مربع، ولديه مشاكل في الزوايا في الرؤية في تلك المقاعد. أظن على أن يجب إصلاح ملعب طنجة. ملعب مراكش كذلك. لدينا الملعب جوهر الذي سيكون إن شاء الله في ما بين الدار البيضاء وبن سليمان. جماعة بن سليمان سيكون أكبر ملعب في إفريقيا، ربما يقولون على أنه يتسع ل 95 أو 100 ألف مشاهد أو متفرج. وملعب طنجة ملعب أكادير كذلك، الذي يجب أيضا إصلاح المضمار، إزالة المضمار وتسقيف الملعب حتى يصبح جاهز، وتوسعة القاعدة المقاعد لكي يصبح ربما يفوق 80 ألف متفرج. أظن على أن يبقى ملعب آخر، وهو ملعب فاس الجديد الذي أيضا يجب أن يخضع هو أيضا للإصلاح، ويجب أن يخضع أيضا لإزالة المضمار وتغطية الملعب. أظن على أن 6 ملاعب مع المخطط الذي تقوم به شركة خطوط السكك الحديدية من قطارات فائقة السرعة التي تربط جميع هذه المدن. والمغرب دولة سياحية. أظن مع قليل من الإصلاحات في بعض الشوارع والمناطق، أظن على أن المغرب في أتم الاستعداد لتنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال. حظ موفق لهذا الملف. أظن على أنه ملف لديه قوة كبيرة، لأن المنتخب المغربي والدولة المغربية سيكون خلفها الأفارقة والعرب، ونعرف أن هناك 54 دولة في الاتحاد الإفريقي، زيادة على بعض الدول العربية، زيادة على أوروبا التي ستقف مع إسبانيا والبرتغال. أظن على أن لن تبقى هناك أي حظوظ للملف الأمريكي اللاتيني الذي يضم كل من الأرجنتين، باراغواي، أوروغواي وتشيلي. 4 دول. أظن على أن هذا الملف ربما لن يحظى بتصويت كبير، لأن أمريكا اللاتينية ربما 12 أو 13 بلدا، والقارة الإفريقية 54 زائد 28 لأوروبا. نحن أكثر من نصف عدد المصوتين. وبعض الأصوات التي ستكون هنا وهناك ربما كأمريكا وكندا من أمريكا الشمالية، وبعض الدول الآسيوية على غرار اليابان والصين وكوريا الجنوبية وإيران وباكستان والهند. أظن على أن المنتخب الوطني المغربي وعلاقات الدولة المغربية مع بعض هذه الدول ربما تساعد في التصويت لصالح هذا الملف. أظن على أن الملف ربما يفوق 60 أو 65% من حظوظه للفوز في هذه الدورة، دورة 2030 لكأس العالم. أظن على أن المنتخب الوطني المغربي بالمشاركة في قطر وظهوره بتلك الطريقة، الكل أصبح يعرف المغرب ويعرف الرياضة المغربية. أظن على أن يجب أن نستغل هذه الظرفية وأن نقوم بدعم هذا الملف،
وتطوير ما يمكن تطويره في البنى التحتية لاستضافة المونديال. أظن أن فكرة رائعة جدا ستطور من البنى التحتية في البلد، وربما ستكون هناك علاقات رائعة ما بين إفريقيا وأوروبا. لأول مرة في العالم يتم إجراء أو تنظيم كأس العالم بين قارتين مختلفتين، وإفريقيا تستحق ذلك وتستحق تنظيم كأس العالم للمرة الثانية في 100 عام من إجراء هذه الكأس. أظن على أن الدولة المغربية بقيادة صاحب الجلالة في طريق مفتوح لحسم هذا الملف، وستكون هناك بلا شك بعض العراقيل وبعض الصعوبات، ولكن سيتم إن شاء الله التغلب عليها على غرار البنى التحتية التي تعتمد على الطرقات ووسائل النقل ومطارات. هذه كل شيء موجود، ولكن يجب تطوير بعض الأشياء، يجب تطوير بعض الشوارع، يجب تنقية بعض المدن. وأظن على أننا في طريق مفتوح لكي نضمن الفوز بتنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال، وحد سعيد لهذا الملف، وكلنا خلف هذا الملف إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.